الثوم وزيت الزيتون. يعتمد الطب البديل على المكونات الطبيعية الغنية مثل زيت الزيتون والثوم لعلاج الكثير من المشكلات الصحية وتعزيز الصحة العامة. لما لهذه المكونات الطبيعية من فوائد عديدة تعزز الصحة العامة دون آثار جانبية مثل الأدوية الطبية. القيمة الغذائية للثوم: يحتوي الثوم على معادن مفيدة مثل الفوسفور والكالسيوم والحديد. الفوائد الصحية للثوم: يعزز الهضم، يتحكم في مرض السكري، العناية بالعين، يخفف آلام الأذن، يعالج نزلات البرد، ويعالج الجروح ويمنع السرطان. فوائده لا تعد ولا تحصى. فوائد خليط زيت الزيتون والثوم: للتخلص من السموم علينا مزج زيت الزيتون والثوم مع قليل من عصير الليمون للتخلص من السموم في الكبد. ويمكن إدخال الثوم بسهولة في العديد من الأطباق مثل إعداد الصلصة والشوربات، كما يتم تناوله كمكملات غذائية. وتستعمل زيت الزيتون والثوم بطريقة أخرى وهي بالدهن، ويوجد لها العديد من الفوائد عند دهن زيت الزيتون والثوم على الجسم. يقلل من إصابة الجسم بسرطان الجلد، ويرطب الجسم، ويحارب جفاف البشرة، يعالج تشنجات المعدة والعضلات، يقوي من مناعة الجسم، يخفض درجة حرارة الجسم، ينظف المسام ويمنع تلوثها، يؤخر من ظهور التجاعيد، ويساعد في قتل الخلايا الضارة، يخفف من التوتر، يقلب من تصلب الرقبة والكتفين والظهر، يساعد على النوم بشكل أفضل، ويقوي الأظافر، ويعد من المنشطات الطبيعية للعملية الجنسية، يساعد على نمو الأطفال بشكل أفضل، بالإضافة إلى أنه يحارب مرض الكساح ولين العظام. القيمة الغذائية لزيت الزيتون: زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة وفيتامين كا وفيتامين أو، كما أن زيت الزيتون خالي من الكربوهيدرات والكوليسترول مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وتحتوي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على 120 سعرة حرارية. الفوائد الصحية لزيت الزيتون: علاج سرطان القولون والثدي، علاج السكري ومشاكل القلب والتهاب المفاصل، ويساعد في فقدان الوزن ويحسن الهضم، ويمنع الشيخوخة، ويخفض ارتفاع ضغط الدم. ومن أهم فوائد زيت الزيتون أنه يعمل على تحسين صحة البشرة، ويغذي كل من الأظافر والعظام، ويقوي الجهاز المناعي، ويخفض من خطر الإصابة بالالتهابات، وتعزيز صحة الدماغ، وضبط مستويات السكر في الدم، يحمي من حب الشباب، وحماية المعدة من القرحة والالتهابات. شكرا لك على مشاهدة الفيديو. إذا أعجبك الفيديو اشترك بالقناة. شكرا.